السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. هنشوف أهداف مباراة قطر ولبنان في إطار بطولة كأس الأمم الآسيوية التي تقام في قطر، التي انتهت بفوز قطر 3-0 من ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات قطر، الصين، طاجيكستان، لبنان. I think I have to listen because التوسيعة من بياتي، الدفاع يخطفها خطيرة. الهدف كرة القدم عمل وشغل. هنا خطة في الدفاع، يهرب عفيف، كرة جول، عفيف وجول، عفيف 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 عفيف. جمهور لبنان. هنشوف ترتيب المجموعة الأولى بعد انتهاء الجولة الأولى في هذه المجموعة. المركز الأول قطر لعب مباراة معاه 3 نقاط. المركز الثاني الصين لعب مباراة معاه نقطة. المركز الثالث طاجيكستان لعب مباراة معاه نقطة. المركز الرابع لبنان لعب مباراة بلا نقاط. طبعا مجموعة سهلة نوعا ما لمنتخب قطر صاحب الأرض ومنتخب الصين، هما دول المرشحين الأقوى في هذه المجموعة للصعود إلى دور ال16. التوفيق للمنتخبات العربية في هذه البطولة، وخصوصا وقلبنا كلنا مع منتخب فلسطين يعملوا مباريات قوية ويتأهلوا إلى دور ال16 إن شاء الله. كده خلصت الفيديو بتاعي. أنا ليا بس رجاء ليكم إنكم تشوفوا الفيديوهات بتاعتي الأول وتقرروا بعد كده إنكم تشتركوا في القناة بتاعتي وتتابعوني ولا لأ، بعد إذنكم، عشان أنا بتعب في الفيديوهات دي ومش بلاقي أي تفاعل خالص. فأنا بطلب منكم إنكم تساندوني وتساعدوني، لأن أنا عندي ظروف صعبة والله العظيم، أنا مش بكدب، انا عايش في كابوس والله. واخواتي 2 تعبانين وانا والله قاعد في البيت غصب عني عشان عندي مشكلة كبيرة لسه ما اتحلتش لحد دلوقتي من 2013. وامي ست كبيرة والدي متوفي من 2008. ارجو منكم انكم لو الفيديو عجبكم تساعدوني وتشتركوا في القناة، وعشان اقدر اكمل بعد كده في القناة معاكم. شكرا.